أهلا وسهلا بيكم. لو بتعاني من التوتر والقلق والضغط النفسي، مش مستريح ودماغك مش بتسكت، بتفكر في الماضي وفي المستقبل، لو حاسس بضغط نفسي ومتعصب طول الوقت، متضايق مش عارف متضايق ليه، فمهم تتابع معانا الجلسة العلاجية دي. ومعاكم الدكتورة هند عزت. ما تنسوش اللايك العلاج الجدلي السلوكي علاج حديث وأثبت نتائجه كتير قوي في علاج حالات كتير، وبيعلمك مهارات كتيرة جدا، غني بالمهارات. هنعرف مع بعض المهارات وهنتعلمها، وبدل ما عقلنا بيفكر بالطريقة القديمة اللي بتغرقنا في المشاعر، اللي بتضغطنا نفسيا ومش بتسبب لنا أي توازن نفسي وعاطفي، فاحنا هنتعلم طرق جديدة وهتبقى ده ستايل حياتنا في التعامل مع أي صعوبات، أي أزمات، أي حاجات جوانا مضايقانا. إن شاء الله الطرق دي تفيدكم من خلال جلسة علاجية سيناريو هنعمله مع حالة هنمثلها ومن غير ما يكون المريض موجود، لأن حفاظا على سرية المرضى. يلا بينا نبدأ بإذن الله. أهلا وسهلا، ازيك؟ عاملة ايه؟ يا رب تكوني بخير وكل الأيام اللي فاتت عدت عليكي بشكل أفضل. الحمد لله يا دكتور، بس أنا أكذب عليكي لو قلتلك إن أنا كنت كويسة. أنا الأيام اللي فاتت دي عدت عليا ما كنتش بعرف انام، ودماغي مش بتسكت من كتر الافكار اللي انا بفكر فيها. فمعرفش هو ده له حل ولا يعني اعمل ايه علشان احل المشكلة اللي عندي دي. انا متفهمة طبعا يا مدام امينة اللي انتي بتمري بيه، واي حد هيعدي عليه ده هيبقى تعبان لما افكار كده تروح وتيجي وتسيطر عليه. ممكن يبقى قلقان متوتر تعبان متضايق. طيب قوليلي الافكار اللي كنت بتفكري فيها الايام اللي فاتت كنت بتفكري في ايه؟ والله يا دكتورة يعني مش حاجة محددة، تقدري تقولي كده افكار كتير قوي. انا نفسي معرفش هو انا ليش معنى انا اللي بقعد اركز على الافكار دي واسيب يومي كله. مثلا حد عمل معايا موقف اقعد افكر فيه وممكن ما نمش منه طول اليوم. مثلا حد قال لي كلمة ممكن تبقى الناس التانية شايفاها تافهة ويقولوا لي انت ايه اللي بتفكري فيه ده، انا بالنسبة لي بتبقى حاجة كبيرة واقعد شغلة نفسي بيها. برضو بقعد افكر في حاجات زمان حصلت، افكر في برضو حاجات مثلا يعني زي مثلا المستقبل وبكرة. انا لو شغلي حصل لشغلي حاجة هعرف اصرف على ولادي منين وانا واحدة ست؟ ولادي لما يكبروا ويسيبوني ويتجوزوا هعيش لوحدي. فكل الافكار دي بتعدي عليا بتخليني افكر واشوف تفاصيلها، وفكرة رايحة وفكرة جاية واشوف التفاصيل بتاعتها، يعني لدرجة ان انا ببقى عايشة في الموقف نفسه كان الموقف ده انا اللي موجودة فيه. فانا دلوقتي مش لاقي حل، مش عارفة اعمل ايه. حياتي واقفة وانا مش متزنة نفسيا، ممكن ببقى عصبية جامد مع الولاد، على طول تلاقيني بنفعل. فأنا أرجوك يا دكتورة لو في طريقة أقدر أعالج بيها دماغي اللي مش بتسكت. طيب احنا النهاردة هنعمل جلسة علاجية بمهارات العلاج الجدلي السلوكي، وهنتعلم فيها مهارة مهمة قوي هتساعدك قوي ان انت تركزي وتبقي يعني عايشة اللحظة اللي انت فيها، وهيقلل من ان انت تبقي في الماضي ويقلل ان انت تبقي عايشة في بكرة هيحصل ايه. وده مفيد قوي انه بيحافظ على التوازن العاطفي والراحة النفسية ويخليكي اهدى في مشاعرك. فده هينظم مشاعرك ويخليكيش انفعالية متعصبة. فإن شاء الله نبدأ مع بعض العلاج الجدلي السلوكي، وأول جلسة هنبتديها مع بعض. بكل بساطة أنا هعلمك مهارات اسمها اليقظة الذهنية، معناها إنك تعيشي اللحظة اللي انت فيها، لا تعيشي في الماضي واللي حصل امبارح او النهاردة وتنسي اللحظة دي،
ولا في المستقبل إنك تفضلي تستغرقي فيه وتفضلي قلقانة وخايفة. معنى أصح تعيشي هنا ودلوقتي، تحطي كل تركيزك على اللحظة اللي بتعيشيها دي. بس أنا دماغي طول الوقت بتهرب يمين وشمال. طبيعي، عشان كده هنتعلم مهارات تساعدنا نثبت دماغنا في اللحظة دي. طيب تمام، أنا مستعدة. أول مهارة هعلمهالك هي مهارة اسمها ماذا. يعني ببساطة إنك هتلاحظي. يعني إيه تلاحظي؟ هنجربهم مع بعض. لاحظي وركزي دلوقتي على إحساس رجلك وهي لامسة الأرض. حسيتي بإيه؟ حاسة برجلي تقيلة على الأرض. ممتاز، دي ملاحظة كويسة. طيب الحاجة التانية، ودي الخطوة التانية، بعد ما لاحظنا هنوصف إحساسنا ده بكلمات بسيطة خالص. اوصفي الإحساس اللي انتي حاساه بإن رجلك تقيلة على الأرض. رجلي حساها تقيلة وكمان دافية. تمام. الخطوة التالتة بقى، بعد ما لاحظتي ووصفتي الإحساس، هتبدأي تشاركي بمعنى إيه؟ إنك تكوني موجودة بالكامل جوه الإحساس ده، إن أنا رجلي تقيلة على الأرض وحاسة إنها دافية، من غير ما تحكمي ده إحساس حلو أو وحش، أو تقعدي تفكري فيه وتستغرقي في التفكير. لأ، مجرد بس إنك انتي موجودة في الإحساس ده. عيشي اللحظة زي ما هي. ممكن تغمضي عينيكي شوية وتحسي الإحساس ده. تمام يا دكتور، تمام. تاني مهارة نتعلمها مع بعض وهي مهارة كيف. دلوقتي نتكلم عن مهارات كيف، ازاي نمارس بقى اليقظة الذهنية دي. ان احنا هنبطل احكام. مش كل ما تجيلنا فكرة ولا يجيلنا شعور ولا يحصل موقف او ولا نشوف حاجة نفضل نحكم ده حلو وده وحش، ده يعني في عيب كذا او هو. يعني احنا هنبطل بمعنى اصح ان احنا نحكم، لان الحكم هيزود مشاعرك قوي ويخليكي تحطي معنى للحاجة، تحطي ليبل كده او عنوان للحاجة بدون ما انتي حابة انك تتعاملي معاها او حابة انك تعرفي اكتر معلومات عنها. طيب لما تحسي بإحساس أو فكرة، ما تحكميش عليها. مش تقولي أنا مثلا أنا وحشة عشان حاسة الإحساس ده. لأ، لاحظي الإحساس وخلاص. ماشي. مثلا لاحظي إن انتي غضبانة بدون ما تحكمي أنا وحشة عشان أنا غضبانة، أو ده إحساس وحش إن أنا حاسة بالحزن، بدون أي أحكام. لاحظي الإحساس فقط. بعدين لو بتعملي حاجة دلوقتي هنا ودلوقتي، قاعدة مثلا بتذاكري لابنك، اعملي حاجة واحدة بتركيز، مش 10 حاجات مع بعض. مش 10 حاجات مع بعض، مثلا عمالة أرتب البيت وأكلم ابني وأتكلم في التليفون وآكل. هي حاجة واحدة هنعملها وهنركز فيها قوي في اللحظة دي. في نفس الوقت مش هنعمل اللي نفسك فيه بس، هنعمل اللي هينفعك وهيوصلك لهدفك. طيب تحبي نعمل تمرين صغير؟
يا ريت علشان افهم اكتر. خدي نفس معايا عميق وركزي على نفسك اللي داخل واللي خارج. لو عقلك سرح شوية عادي جدا، انتبهي ان انتي سرحتي وارجعي تاني بهدوء من غير ما تقعدي تلومي في نفسك، ده انا سرحت ومعرفتش اعمل التمرين. دلوقتي لاحظي 3 حاجات حواليكي وقوليلي اللي انتي شايفاه. الكوباية اللي على الترابيزة والساعة ولون الحيطة. ممتاز، ده اسمه بقى ممارسة اليقظة الذهنية. بس كده، مش لازم تبذلي مجهود خارق، انتي بس بتحضري في اللحظة دي. تمام؟ لما دماغك تبدأ تجري في كل الاتجاهات ارجعي لمهارات النهاردة. لاحظي اللي انتي حاسة بيه، افكارك اوصفيها، حاسة بايه، اوصفي احساسك، شاركي، يعني خليكي موجودة بس بدون ان انتي تعلقي في الفكرة او ان انتي تقعدي تفكري فيها او تحكمي، بدون حكم وتركيز بفاعلية. ايه رأيك بقى؟ حاسة ان انا اهدى شوية فعلا. تمام، كويس اوي. هنكمل مع بعض تدريبات اكتر المرات الجاية لحد ما اليقظة الذهنية تبقى عادة يومية بالنسبة لك، والمخ يتعود انه ده بالنسبة له عادة نبدأ نبرمجه عليها. شكرا شكرا يا دكتورة، بجد استفدت قوي في الجلسة دي. انا فخورة جدا انك انتي فتحتي لنفسك المجال تهدي وتسمعي مشاعرك. كل مرة هتلاحظي وتحضري اللحظة هتبني قوة ذهنية اكبر. متحمسة اكمل اكتر يا دكتور. تمام، شكرا ليكي واشوفك ان شاء الله المرة الجاية.